هنا القاهرة. حذر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس باللية؟ طب كده، طب بمبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بس نحطه في نص السفرة. ولكل أكلة كمان تركاية. اللي بيحط بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. متعدى هو طبق فول مدمس أطعم وألذ من دي كرومة. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين، وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية، والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة صافي. أمان. رمضان كريم. طبقنا النهاردة سر من أسرار السعادة على السفرة المصرية، المحشي سلطان السفرة اللي دايما مجمعنا لا قبله ولا بعد، والعزومة ما تبقاش عزومة إلا بوجوده. بصراحة هو شهادة نجاح وتفوق لأي ست، بصرف النظر عن فكرة حشو الخضروات اللي موجودة في ثقافات كتير منذ قديم الأزل، زي مثلا اليونانيين مشهورين بحشو ورق التين، وفي دول آسيا مشهورين بحشو أوراق النباتات البحرية. كل شعب بقى وليه طريقته، بس احنا كمصريين أصحاب براءة الاختراع في المحشي الكرنب. وده مش كلامي بس، دي المراجع التاريخية كمان بتقول إن المصريين أول ناس حشوا الكرنب، وده لقيناه في كتاب كنز الفوائد في تنويع النوائد في القرن ال14. الكتاب ذكر إن للمصريين طرق لطهي الكرنب ووصفات كمان لسلطات الكرنب. كمان محشي الكرنب جه ذكره مع الرحالة الإنجليزي إدوار ويليام في القرن ال18 في كتابه، وقال إن المصريين بيعشقوا الكرنب اللي محشي بالرز، وخصوصا في فصل الشتاء. بصراحة أنا ريقي جري. محشي كرنب يا روحي عليه، فيه فيتامين. أيوة أمال إيه؟ فيتامين ايه؟ ألف وب وت وس ورز كمان، عارفه عشان متربي عليه. اول حاجه بنسلق الكرنبه، بس بنحط في الميه بتاعتها كمون واحنا بنسلقها عشان الانتفاخ. تمام. ما تعملش انتفاخ. هنجيب الزيت، بصله مبشوره، ثوم، كوبايه طماطم، عصير طماطم، وفلفل وملح. هنجيب الزيت نشوح فيه البصله بالثوم، وبعدين نحط عليه الطماطمايه ومعلقه واحده صلصه بس، وبعدين نحط عليه الملح والفلفل والكمون. اول ما الطماطم تبتدي تستوي هنحط عليها الرز، واخر حاجه بنحطها الخضره. في ناس بتقول ننقع الرز، وناس لا بتقول خالص نحطه على طول خالص، لان الخضره فيها ميه والبصل فيه ميه، كل حاجه فيه ميه. واخر حاجه هنحطها بعد ما نحط الخضره بتاعتنا حبه نعناع ناشف، بيدي طعم للكرنب مش طبيعي. ودايما بنحط الخضره بتاعتنا في الاخر علشان تدي الطعم، ما نحطهاش في اول ما احنا بنعمل الخلطه. ودايما لما نيجي نعمل الخضره ما نعملهاش بالسكينه ولا بالمقص، نعملها بمخرطه الملوخيه. اشمعنى بقى؟ عشان يبقى طعمها فيها وتبقى ريحتها فيها حتى وانت بتسويها، يبقى طعمها فيها ما تغيرش خالص. عشان كده ساعات ناكل محشي عند حد تحس ان ما فيهوش ريحه الخضره ولا طعمها. بالظبط، انه بيكون حاططها من الاول بتاع الخلطه. احنا نفتكره مش حاطط، هو حرام، بيبقى حاطط بذرتها في اول الخلطه. احنا بنحط اي خضره نعملها بالمخرطه ونحطها في اخر الخلطه. وبعدين لما هنيجي نسويه بقى هنكون محضرين ميه سخنه فيها معلقه صلصه صغيره، ملح، فلفل. لو عايزين نحط شوربه او ميه براحتنا، تبقى مغطياه. وبعدين نقوم حاطين عليه طبق، وبعدين نغطي الحله ونار هاديه طبعا، على نار متوسطه في الاول لغايه لما تغلي، وبعدين تبقى هاديه. لو حطيناها على هاديه من الاول تبقى معجنه. يعني غير ورق العنب بنحط ميه اكتر، لان ورقه العنب نفسها بتاخد سوا اكتر. طيب الكوسه والفلفل والبتنجان تاخد ميه قد ايه او شوربه قد ايه؟ ما هو البدنجان فيه ميه، لو حشيناه على طول من غير ما نحمره انه بياخد وقت كتير. لا احنا مش عايزين تحمير، احنا بنتكلم عن طرق صحيه. يبقى نقوره كويس عشان يبقى طري يستوي بسرعه معانا، عشان الرز ما يعجنش وما استواش. بس لما نيجي نعمل بدنجان او فلفل، انا هقول تركه حلوه جدا، ان احنا نحط عليها بعد ما نخلص نقطه قرفه، نقطتين ليمون، نص معلقه سكر. نحشي البتنجان او الفلفل او الكوسه، نحط في خلطه الرز بتاعتهم رشه القرفه اللي انت قلتي عليها، ونقطه ليمون، نص معلقه سكر. انا حشاه صبع صبع عايزه اقول لو احنا عملناه خفيف
قللنا كمية الدسم اللي موجودة في الشوربة، كترنا من نسبة الخضروات، ما سبكناش لمدة طويلة، بتخلي المحشي خفيف وصحي. بصراحة محشي الكرنب من الأكلات الصحية، لأن الكرنب مضاد للسرطان، كمان عندنا الكرنب مضاد للالتهابات وغني بالمعادن والفيتامينات اللي بتحافظ على جسمنا. بس نصيحتي للسادة المستمعين، ناكل وما نكترش، وبصحتنا ما نفرطش. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة. دكتور نظيرة. كلمة إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا ويتفرجوا بس.